ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. يا رب يكون عيد سعيد علينا وعليكم يا رب باذن الله. خلاص بكره العيد. انا اتاخرت قوي في ان انا انزل لكم الفيديو ده، بس معلش حقكم عليا، انا اتضغطت قوي اليومين اللي فاتوا دول. بس اهو يعني لحقت نفسي اهو الفيديو هنزل لكم على المنتظر طول. فيديو تنظيفات العيد. هنزله لكم يعني بجزء واحد، مش هنزل لكم بقى بارت 2 كده لان خلاص العيد يعني. اول حاجه عملتها زي ما شفتوا كده، فكيت الستاير. يا جماعه الستاير بتاعه الصاله عندي رخمه جدا، انا ما بحبش الستاير دي، بتتعبني وبتنزل كده بالخشبه بتاعتها، وبفضل افك في الكباسيل بتاعتها دي، فمستفزه بصراحه. بتضايقني قوي يعني. بعد كده مسحت الشقه. انا بحب امسح الشقه كده، بكب ميه وادعك كده بالمكنسه الخشنه دي، وبعد كده بسحب الميه كلها، بحس كده ان انا اتغسلت من جوه، مش شقتي هي اللي نطفت. المهم غسلت الشقه كلها طبعا وتعبت، فيدوب ارتحت لي شويه. كان ميعاد الفطار خلاص. عملت فطار سهل وسريع كده، عملت شويه اجنحه كريسبي انا اللي عاملاها في البيت. لو عايزين طريقتها اكتبوا لي في الكومنتات هقول لكم الطريقه بتاعتها. عملت شويه اجنحه كريسبي على مكرونه كده وايت صوص، اللي هي بالجبن يعني. عملت الوايت صوص عادي جدا، وحطيت عليه جبنه رومي وجبنه شيدر، وكمان شويه جبنه اللي هي مثلثات، وشويه جبنه فيتا اللي هي بطعم الرومي دي، ونص مكعب مرق الدجاج، وملح وفلفل اسود وخلاص. المهم يعني عملت اكله سهله جدا، علشان زي ما انتوا عارفين طبعا ما مش هقدر اقف في المطبخ وكده، والدنيا كانت معكوكه عندي جدا. فالحمد لله اصلا ان انا عملت لهم اكل يعني، يحمد ربنا. الأجنحة بحطها على نار عالية خالص علشان الكفر يمسك فيها، وأول ما يمسك من الناحيتين بوطي النار خالص شمعة، بحيث ان هي تستوي. هي اصلا مبتاخدش وقت كده كده. المغرب كان خلاص على اذان، فنزلت بالمكرونه كده في الوايت صوص، والحمد لله كان فطار لذيذ جدا وسريع جدا. عملت شويه في الاير فراير وشويه في الزيت. بعد الفطار بقى ما كنتش قادره افتح عيني، فاخدت لي كوبايه قهوه كده محترمه، وتعالوا نخش على المعمعه اللي ورانا. تعالوا نشوف. بصوا الاوضه كان، مش الاوضه، الشقه كلها كانت بجد واصله لحاله يعني انا مش عارفه لو انا ما رتبتهاش ليا سنه كان ايه اللي هيحصل لها يعني. انا مروقاها على رمضان، وكنت فاكره ان تنظيفات العيد هتكون حاجه بسيطه وسهله مش هتاخد معايا وقت، لكن على العكس تماما. انا حاسه ان انا المره دي مرهقه جدا، واظن باين على صوتي. انا اخدت لي يومين دعك يعني، الحمد لله ان احنا خلصنا على خير. المهم قعدت الملم كده. بصوا انا لما بمسح الشقه بلم كل الحاجات اللي في الارض، بحطها على السراير والحاجات دي عشان ما يطولهاش ميه وما تبصش يعني. فعشان كده هتلاقوا حاجات ملهاش علاقه ببعض قاعده على السرير. المهم شلت كده الفرش وغيرته وحطيت فرش جديد. بصوا في البخاخه دي انا كنت حاطه معطر فريد اللي هو بريحه النظافه، مع شويه ميه، وببخ كده بيها العفش، وبلمع الاوض في الاخر. الريحه فضلت ثابته فيها وكانت خطيره يعني لحد ما خلصت الاوضه. الاوضه اساسا ما كانتش محتاجه معطر يعني. المهم زي ما انتم شايفين كده، روقت المكتب وروقت ومسحته، مسحت الباب، وفرشت الاوضه دي زي ما قلت لكم. اوضه مكتب كده جوزي يعملها عشان شغله، عشان بيحضر دكتوراه وكده. بعد كده دخلت على اوضه الاطفال. كنت حاطه فيها كل السجاجيد من قبل رمضان زي ما شفتوا طبعا. حاطه فيها السجاجيد كلها، فلميت بقى كده خلاص عشان السجاجيد دي كلها تتفرش. شلتها وشلت الفرش وفرشت فرش جديد كده وحلو. وبصوا ما شاء الله الاوضه رجعت بتنور. بعد ما خلصت الاوضه دي دخلت على المطبخ. بصوا انا قسمت فرش الشقه على يومين، فانا بديهولكم بالترتيب زي ما انا اشتغلت بالظبط يعني. انا خلصت الاوضتين اللي هو احنا مش بندخلهم اساسا. بعد كده دخلت على المطبخ، لان اوضه النوم كان جوزي وابني نايمين فيها، فما كنتش اقدر اروقها. والصاله بسيبها اخر حاجه علشان هي اللي فيها الدعك كله. لو روقتها بدري وفرشتها الفرش اللي فيها مش بيقعد يعني، بيبوظ على طول. المهم دخلت على المطبخ زي ما شفتوا المطبخ كانت حالته عامله ازاي. ما غسلتش طبعا مواعين في اليوم ده ولا اليوم اللي قبله، لاني كنت بغسل سجاد. فكان المطبخ فيه بقى مواعين على شويه زباله على حاجات ملهاش لازمه، على فضيت التلاجة ومسحتها كده مسحه محترمه. المهم شلت كل الحاجات اللي ملهاش لازمه ورميتها، وجمعت المواعين في الحوض، وابتديت اغسل الرخامه غسله محترمه. بصوا انا الرخامه دي كنت حاطه عليها بديل رخام، اللي هو زي ما انتوا تشوفوا كده في طريقه الرخام الابيض ده، واتقطع فشلته. وبصراحه ما قدرتش اشيل النص التاني لان هو فشيله صعب جدا، بس انا ما كنتش حابه ان المطبخ يبقى نصين كده، فهتلاقوني في الاخر كان عندي يعني باقي الرول، فرشته على الرخامه. بصوا هو بيدي شكل حلو للرخام عامه. والنوع اللي انا كنت جايباه بصراحه كان كويس معايا خالص يعني، كان بيستحمل حراره، بحط عليه الحلل والحاجات وهي سخنه، وما كانش فيه اي حاجه. بس هو للاسف اتشخط من بقى سكاكين يعني. انا مثلا بقطع حاجه، ممكن احط السكينه على الرخامه فبتشخط الورق ده. الا مقص مش عارفه ايه الحاجات الحاده دي كلها هي اللي قطعت بصراحه الورق ده. فما كانش احسن حاجه، بس يعني ما كنتش قادره
اشيل الجزء التاني، فحطيت بقى قلت اكمل الرخامه وخلاص عشان يعني ايه يبقى منظرها كويس. المهم دخلت على المواعين ابتديت اغسل. بصوا اشتريت جلافز جديده لان انا بجد بجد ايدي بقت متبهدله منهاره. انا اصابع ايدي يعني فيها كده يعني كانها جافه وبتتشقق من كتر الجفاف. انا مش عارفه ازاي، مع ان أنا كل يوم بحط لها مرطب قبل ما بنام وبحاول ارطب على قد ما اقدر، بس الموضوع ده ليه فتره طويله معايا غالبا يعني العلاج اللي انا باخده مش مناسب معايا. فباذن الله هبقى اروح اكشف واشوف بقى الدكتوره هتقول لي ايه. يعني انا في دكتوره في الصيدليه قالت لي ما تحطيش يعني ما تغسليش مواعين بايدك على طول، البسي جلافز وكده، وقالت لي ارطب ايدي، فانا عملت كده وبرده ما فيش اي تحسن. فالموضوع يعني مش مريح بصراحه، يعني ايدي على طول من يعني وجعاني يعني. المهم الحمد لله خلصت المواعين ودخلت على البوتاجاز عشان ايدي فيه على طول، فما كانش بقى محتاج مني مجهود كبير، خصوصا ان انا غسلاه بغسل الفرن يعني كمان من فتره قريبه جدا. الفرن زي ما قلت لكم اتكب فيه كميه زيت بعد ما غسلته ونضفته، فغسلتها برضو تاني، فالحمد لله ما كانش فيها يعني حاجات صعبه. وغسلت الميكروويف كده. المطبخ بالنسبه لي كان تمام وزي الفل. هرص بقى العيون فيه وهسيبه، مش هفرشه الفرش النهائي بتاعه وافرش الموكيتة بتاعت الارضيات وكده، لاني هطبخ عليه تاني يوم اللي هو يوم الوقفة. زي ما قلت لكم انا مصوره لكم الفلوج ده بتاع يومين، يعني باخدوها لكم بالترتيب كده. غسلت البوتاجاز والمواعين وشلت كده شويه المواعين اللي كانوا على الرخامه، وكده يكون يومنا خلص. ده تاني يوم بقى صحيت من النوم على طول علشان اعمل الاكل. عملت فتة وفتة لحمة وطاجن بسلة، وهنا كنت بعمل سينابون. انتوا عارفين ان انا ما عملتش حلويات طول رمضان، وانا مش بحب الحلويات عامة. احنا مش بنحب اي صنف حلويات غير السينابون، هو اللي يعني اللي ماسك معانا شويه، اللي احنا بنحبه يعني. فبصراحه قررت ان انا اعمله كده علشان سهرات العيد بقى والوقفه وكده نلاقي لنا حاجه حلوه ناكلها. هنا كنت بعمل الصلصه بتاعه الفته. وبصوا السينابون ما شاء الله قبل ما يدخل الفرن كان خمران ازاي، والعجينه هشه وطريه وكانت خطيره. لو عايزين الطريقه بتاعه السينابون كامله هقولوا لي وانزلها لكم في فيديو لوحدها عشان بس ما اطولش عليكم يعني. وهنا كنت بحط الصوص الخطير بتاع السينابون. بصوا انا اجمد واحده تعمل سينابون في الدنيا، فهنزل لكم الطريقه باذن الله. ودي الفته القمر بتاعتنا، عملتها برز حبه وحبه لاني مش بحب الرز الابيض قوي. والمطبخ الحمد لله خلصنا فطار وشطبته. بصوا خليته فله، رجعته جديد. بصوا بقى الصاله انا ما قدرتش اصور لكم فيها لان كان خلاص الوقت زنق وكنا بعد الفطار وتعبت قوي، بس هوريكم بيفور وافتر كده علشان تشوفوا بس المعاناه اللي انا عانيتها فيها يعني. ده قبل وده بعد. بصوا بقى السجاد الجديد وفرش الركنه الجديد والكوشن. لا انا محتاجه رايكم في تفصيله تفصيله، مش ما تعدوش كده يعني، ما تعدوش الفيديو كده، لا لازم اسمع رايكم. بجد انا فرحانه جدا بيها ومنبهره بالنتيجه النهائيه. ما شاء الله السجاد مع الفرش الجديد عامل شغل خطير يعني، شكلها تحفه. خلصنا بقى وننضفنا الشقه كلها. نيجي بقى لوقتنا احنا. جهزت بقى التسالي كده والحاجات بتاعه سهره العيد. حطيت الحاجات اللي انا جبتها من المقله اللي هي السوداني واللب والحاجات بتاعت كل عيد دي. بس طبعا يعني مش محتاجه اقول لكم ان انا ابني ما هننيش عليهم ودلقهم كلهم، ويعني الحمد لله على كده انتهت السهره نهايه لطيفه. بس بقى احنا ما كناش لسه دقنا السينابون. بصوا العجينه بتاعت السينابون هتلاقوها خطيره خطيره بجد. بصوا هش بطريقه ما شاء الله عليه يعني. لا انا هنزل لكم الطريقه باذن الله. وبس كده. انا كنت عامله كمان كحك، الحاجه الوحيده اللي خبزتها العيد ده كانت الكحك، وما عملتش حاجه تانية. المهم لحد هنا الفيديو بتاعنا يكون انتهى، ويا رب ان شاء الله يكون عيد سعيد علينا وعليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وباي باي.